تخلوا عن منطق الأرض، فأنتم الآن في حضرة أسياد الغيم، هنا في الجعفرية، حيث تنتهي حدود الجاذبية وتبدأ حدود الإرادة. قرر الإنسان اليمني أن يترك الأرض للأرض ويرتقي ليسكن حيث تولد الصواعق، بيوت تنبثق من قلب الصخر كأنها ولدت منه، وشرفات تعانق السحاب، ونوافذ خشبية عتيقة تطل على الأزل بكبرياء. أما المدرجات الحجرية الصاعدة نحو السماء فقد نحتت بصبر الأنبياء، وخطت بريشة فنان جعل من عروق الحجر دروبا للحياة تربط هذه القلاع الشامخة بقلب الجبل. ومع خيوط الفجر الأولى يتصاعد دخان الصبوح من المداخن القديمة، حاملا أنفاس البيوت الدافئة ليعانق الضباب في مشهد أبدي تتسلل معه رائحة الخبز المنضج على نار الحطب. وتحت ظلال القمم تكتمل اللوحة بمدرجات البن التي نحتت بعرق الجباه، هندسة روح روضت قسوة الجبال وحولتها إلى بساط أخضر يفوح بعطر القهوة، حيث تمتزج مرارة الصبر بحلاوة الانتماء والشموخ. وفي حكاية الأحواش العتيقة وصوت المواشي الذي يكسر صمت القمم ندرك أن أهل ريمة لم يسكنوا الجبال اضطرارا، بل اختاروها لأن أرواحهم لا تتسع إلا لهذه الآفاق الشاهقة، وأن هذه البيوت ليست مجرد مساكن، بل أوتاد ضربت في قلب التاريخ لتقول لكل عابر: هنا شعب لم يرضى بغير الشمس جارا ولا بغير السماء سقفا،